عملوا مساكنة في الحرام وخلفوا من غير جواز، وبيشربوا خمرة كل يوم، ومنهم اللي عمره ما ركعها، ومطرب ما بيعرفش يصلي أصلا، وفنانات مسلمات خلفوا القرآن واتجوزوا مسيحيين. حكاية مشاهير هزوا عرش الرحمن بالمعاصي. المخرجة إيناس الدغيدي عاشت تجربة المساكنة لمدة 9 سنين مع طبيب أسنان اسمه نبيل معوض. يعني كانوا عايشين مع بعض من غير جواز، ونبيل كان وقتها مسيحي، وبعد 9 سنين دخل الإسلام عشان يتجوزها رسمي، وخلفوا بنت اسمها حبيبة. وعشان الحرام ما بيدومش اتطلقوا بعد 3 سنين من الجواز. والغريبة إن إيناس الدغيدي حجت مرتين وعملت 20 عمرة، وعيطت لما شافت الكعبة أول مرة. ورغم كده ما بتكرهش في حياتها قد الحجاب، وأول حاجة عملتها لما خرجت من الكعبة قطعت الطرحة زي ما قالت. وطبعا ما بتصومش، وبتقول كمان إن الصوم عادة فرعونية ملهاش علاقة بالدين. والفنان كريم فهمي عمل مساكنة مع بنت وهو في بداية الشباب، وبعد فترة قضوها سوا، كل واحد راح لحاله. ولما اتجوز خان مراته مرتين، وفي مرة منهم قفشته متلبس، بس سامحته عشان بتحبه. وأحمد الفيشاوي هو اللي اخترع المساكنة في مصر، وخلف مرتين من غير جواز، وفي المرتين رفض يعترف بعياله. أول مرة كانت مع هند الحناوي وخلفوا لينا، ولما طلبت يكتبها باسمه قال لها معرفكيش، ودخلوا مع بعض في قضايا لحد ما اعترف بالبنت. وفي المرة التانية كان مسافر ألمانيا مع أمه للدكتور، وهناك اتعرف على واحدة وقضوا مع بعض وقت، والست بقت حامل. وطبعا هو مسح رقمها ورجع على مصر، بس قدرت توصل لهند الحناوي، وعملوا تحالف لحد ما الفيشاوي اعترف بابنه تيتوس. والفيشاوي بيشرب خمرة وبياخد كل أنواع المخدرات ما عدا البودرة اللي جربها مرة واحدة بس. وزيه المطرب محمد عطية، اللي شايف إن أي اتنين مرتبطين لازم يجربوا بعض الأول، ولو تمام يبقى يفكروا يتجوزوا، لكن عاوز جواز مدني ملوش علاقة بالدين. ولما اتسأل بس الكلام ده حرام وزنا، مش خايف من ربنا؟ رد وقال ماليش دعوة حرام ولا حلال. ورانيا يوسف عاوزة بنتها تعمل مساكنة قبل ما تتجوز. والراقصة دينا ما عندهاش مانع ابنها يعيش مع واحدة من غير جواز لحد ما يتعرفوا وياخدوا على بعض. والغريب إن دينا عندها أخت منتقبة اسمها ريتا. وأحمد حسام ميدو بيحب الخمرة جدا، لكن الحشيش والبرشام لأ، وعمره ما صام لما كان لاعب، والله أعلم دلوقتي. واعترف بخيانة مراته أكتر من مرة. ومن كام شهر حصل له موقف وحش خلاه يبطل يشرب خمرة. والحكاية إن ميدو كان قاعد في أوضته ومخلص إزازة ومش في وعيه، وفجأة ابنه دخل عليه ومعاه زمايله، ولما شافوه بالشكل ده اتكسف جدا. وتاني يوم قعد مع مراته وولاده وقال لهم أنا مش هشرب تاني وعاوزكم تساعدوني. وفعلا بقاله 8 شهور مبطل، وراح عمل عمرة هو ومراته يسرى. ويسرى كان نفسها ميدو يتوب وربنا يهديه من زمان، ومن ساعتها بتقف له وقت الأذان وتقول له يقوم يصلي، وبتعمل له أكل صحي عشان ما يرجعش يشرب تاني. ومن المطربين اللي ما بيصلوش حسام حبيب، وسعد الصغير ما بيركعهاش مع انه بني جامع على حسابه، بس بيروح يغسل الحمامات بتاعته عشان ربنا يغفر له. وعلي الحجار لحد وقت قريب ما كانش بيعرف يصلي بسبب شرب الخمرة، لكن بطل بعد ما أبوه مات وهو زعلان منه عشان ما بيصليش. وفي كذا فنان خلفوا في الحرام، زي عمر الشريف اللي خلف من صحفية إيطالية كانت بتعمل معاه حوار، وبعدها قضوا وقت سوا وبقت حامل، وخلفت ولد نسخة طبق الأصل منه، بس رفض يعترف بيه. والفنانة اللبنانية قمر خلفت ولد في الحرام من جمال أشرف مروان، حفيد الرئيس جمال عبد الناصر وصاحب قنوات ميلودي، لكن رفض يعترف بيه أو يعمل DNA. وكمان راغب علامة مش معترف ببنته سارة. ومن الفنانات المسيحيات اللي اتجوزوا مسلمين كارول سماحة ونجوى كرم ومايا دياب وعايدة رياض وسيمون. وفي فنانات مسلمات موافقين يتجوزوا مدني من مسيحي أو أي شخص من دين تاني، زي هدي كرم وناهد السباعي وإلهام شاهين. وناس كتير ما تعرفش إن إلهام عاشت قصة حب مع رجل الأعمال المسيحي رامي لكح، بس ما اتجوزوش في النهاية. ومن المسلمات اللي اتجوزوا مسيحيين الإعلامية وفاء الكيلاني، وجوزها الأول كان مسيحي لبناني اسمه طوني ميخائيل. والمغنية السورية فرح يوسف متجوزة واحد مسيحي ورفضت إنه يدخل الإسلام. وربنا يهدي الجميع.